حد يصدق ان الجمال ده كله من علبة زبادي؟ وكمان ما كلفتنيش غير 3 جنيه ونص بس، والتكلفة هنحسبها مع بعض في اخر الفيديو. فكرة اعادة تدوير، بس فكرة جميلة جدا واقتصادية جدا. هتغيري شكل بيتك وهتعملي زرع طالع ترند او موضة الايام دي، سواء كان الزرع الخشبي او الذهبي او الزرع اللي يمشي مع الديكور البوهيمي او كل الديكورات عموما. هتستفادي من علب الزبادي بدل ما بنرميها. وطبعا لو ما عندكش علب زبادي ممكن تعملهم باي برطمان فارغ عندك. انا فضلت علب الزبادي لسببين هقولك عليهم في الفيديو. لو انت اول مره بتشوفيني، انا آية ودي قناتي، وبسم الله الرحمن الرحيم، يلا نبدا الفيديو. علب الزبادي من الحاجات اللي انا بحتفظ بيها عشان اعمل لها اعاده تدوير. وده مفرش او كوستر كنت بستخدمه في المطبخ، بس انا ما حبيتهوش لان لو حطيت عليه طبق او كوبايه كان بيسيب اثر وما كانش بينضف. حتى لو مسحته ما كانش بينضف. مش عارفه الخامه بتاعته هي اللي كانت رديئه ولا هو النوع ده كده عموما بيسيب اثر عليه. عشان كده قلت لازم اعمل له اعاده تدوير. عملت منه حاجات كتير، واخر حته كانت فاضله منه هي اللي احنا شايفينها في الصوره دي. هاخد مقاس علبه الزبادي وهقص منه حته على قدها. مشغله مسدس الشمع قبلها ب10 دقايق، وهلزق الكوستر حوالين علبه الزبادي. لو ما عندكيش المسدس ممكن تسخني الشمع على النار وتستخدميه عادي. ده اسمه خيط مكرميه، هو حوالي من 20 ل25 متر. كنت شاريه ب10 جنيه من عند مستلزمات الخيوط. المتر واقف بحوالي نص جنيه ويمكن اقل، وهنستخدم اللون الابيض. هاخد مقاس علبه الزبادي داير ما يدور، وهقطع 3 خيوط بنفس المقاس وهضفرهم في بعض زي ما احنا شايفين. بعد ما اخلص اخر لفه في الضفيره هلسعها بالولاعه واضغط عليها عشان الضفيره ما تفكش، بس ما تغلطيش غلطتي وتضغطي عليها بايدك عشان ما تتلسعيش. ممكن تلزقي الضفيره من الطرفين بنقطه شمع عشان ما تفكش. هنا كنت ضغطت على اخر طرف من الضفيره بالولاعه عشان ما تلسعش وتكرر نفس الغلطه تاني. هلزق الضفيره داير ما يدور حوالين علبه الزبادي من فوق عشان تداري المنطقه الفارغه دي من عند بدايه العلبه. لحد هنا كنا خلصنا اساسيات الزرعه، فاضل بقى اللمسات اللي هتضيف لها الجمال. عندي خيط لونه ذهبي هعمل منه فيونكه وهلزقها على العلبه. انتي لو ما عندكيش الخيط ده ممكن تلفي خيط ستان رفيع لو عندك، وممكن تستغني عن الفيونكه خالص. لو هتعملي الفيونكه دي بشريط ستان او اي نوع تاني، خليكي حريصه انك تختاري لون يليق مع ديكور المكان اللي هتزيني بيه الزرعه دي. الحاجات البسيطه دي بتفرق معانا جدا كستات وبتبين ذوقك. عملت كمان بوت بنفس الطريقه، وقطعت دايره من الفل او الفلين، عملت فيها فتحه على قد بوكيه الورد اللي هزين بيه البوت ده. تاني شكل هعمله انا عاوزه حجمه يكون اكبر شويه من الشكل اللي فات، عشان كده هلف على علبه اسفنج. هو خفيف كده، والمتر منه ب15 جنيه. انا مش هاخد منه غير الحته الصغيره دي، يعني المتر ممكن يفضل عندك كتير قوي وتعمل منه حاجات كتير. الخطوه دي اختياري مش اجباري، انا عملتها عشان اكبر حجم الزرعه مش اكتر. ودي حته قماشه كانت فاضله عندي من بطانه فستان، هلفها على الاسفنج عشان الكتابه اللي على العلبه كانت ظاهره جدا، وفي نفس الوقت تكون خلفية بيضة زي لون الخيط اللي هلفه حوالين العلبة. لحد هنا كنت خلصت أصعب خطوة، اللي جاي كله سهل. عملت ضفيرة كبيرة بنفس لون الخلفية اللي لفتها على العلبة، وهبدأ أثبتها بالشمع زي ما احنا شايفين. ممكن تغيري لون خيط المكرمية لأي لون تاني غير الأبيض، كل الألوان متاحة منه، بس أنا فضلت الأبيض عشان بيليق مع كل الديكورات والألوان. بصراحة الفكرة دي جات لي من عدم رضايا عن الزرع اللي عندي. كل بوكيهات الورد اللي عندي كانت جميلة جدا، لكن الفازات اللي كانت فيها البوكيهات دي اغلبهم موضة قديمة، ما جددتهمش من زمان جدا. وعشان طبعا تشتري اي بوت زرع النهاردة او فازة هتسمعي اسعار فلكية، لكن فكرة اعادة التدوير دي مش هتكلفني 1% من سعر بوت زرع هشتريه. وكمان هعمل كمية كبيرة وبالمقاس والحجم اللي انا عاوزاه، وفي نفس الوقت مش هركن البوكيهات دي لانها عجباني. البوت اللي ورا جنب كلمة كوفي ده برضو اعادة تدوير من نفس الكوستر اللي عملت منه الشكل الاول بنفس اللون والطريقة. هعمل كمان واحد بس هغير في الوان الزرع. مع كل بوت بعمله بجرب عليه كل البوكيهات اللي عندي لحد ما يظبط معايا الشكل النهائي، واشوف اكتر بوكيه مناسب مع البوت. هستنى رأيك في التعليقات تقوليلي الأحسن على البوت الأبيض ده الورد البنفسج ولا الأبيض. هنا لاحظت إن في مكان فارغ على حرف علبة الزبادي، ممكن ألزق عليها خيط المكرمية بس من غير ضفيرة عشان أدار البطانة البيض. وبكده أكون خلصت الشكل التاني، ويلا نشوف الشكل التالت. الشكل التالت ده أنا عاوزاه ذهبي لأن عندي اللون الجولد ده في الأنتريه، فأنا عاوزة أدخل اللون الذهبي في الديكور. الشريط الدهب ده المتر منه ب5 جنيه، انا هاخد منه اقل من ربع متر الفه حوالين علبة الزبادي كخلفية للخطوة اللي جاي. بس لازم قبل ما الزقه الصقه بالولاعة من الطرفين. عرض الشريط ده 5 سنتي ومناسب جدا لعرض علبة الزبادي. الشريط التاني ده كان اغلى بشوية، المتر منه كان ب35 جنيه. انا اشتريت منه كمية لان انا عاوزة استخدمه في حاجات كتير في البيت.
فلو جينا نحسب تكلفة البوت ده هنلاقيه اغلى بشوية عن الشكلين اللي فاتوا بسبب الشريط الذهبي ده. فبما ان الشكل الاول والتاني مكلفين 3 جنيه ونص، ده هيكون الضعف، يعني كلفني 7 جنيه. كان في بدائل تانية اقتصادية اكتر من ده، بس انا فضلت الذهبي للسبب اللي قلتلك عليه. هنا كنت بجرب بوكيهات الورد واقارن بينهم واشوف الافضل، بس مرتحتش للبنفسج ده وحسيته مش افضل حاجة كده، وفي الاحسن منه. في بوكيهات بحسها تثبت لو لزقتها بالشمع، وبوكيهات تانية بتكون محتاجة تثبت بالفل، بعمل لها فتحة في قاعدة الفل واثبتها فيها. اكتر حاجة عجباني في البوت الابيض ده انه بيمشي معاه لون اي بوكيه ورد، والوحيد اللي اقدر اغير فيه براحتي من بوكيه للتاني. بس انا حسيت ان اللون ده مناسب معاه اكتر، واللون التاني هيكون افضل مع البوت الذهبي. لو جينا نحسب تكلفة البوت الابيض ده هنلاقيه اخد بجنيه شمع و5 متر خيط مكرمية، المتر منه بنص جنيه، يعني التكلفة 2 جنيه ونص خيط مكرمية وجنيه شمع، يعني 3 جنيه ونص. والشكل الأول برضو نفس التكلفة، مفيش غير الشكل التالت اللي هو الجولد ده هو اللي غالي شوية بسبب الشريط الجولد. لو هتشتريه من بره مش أقل من 50-60 جنيه، يعني أضعاف التكلفة. احنا كستات بنفرح قوي بالحاجة اللي نغير بها شكل البيت من غير ما تكلفنا فلوس كتير وتكون فكرتها اقتصادية. أنا ليه فضلت علب الزبادي عن غيرها مع إن حجمها صغير؟ اول سبب انها متوفرة عندي وكتير جدا منها، فانا مش هتعب عشان الاقي الحجم ده. تاني حاجة بقى ده الاهم عندي، ان حجمها صغير مناسب للمكان ده في المكتبة بتاعة التلفزيون. انا كنت عاوزة زرعة تمشي مع اللون الخشبي اللي في الانتريه، وكمان مكانها كان قريب من الخشبيات اللي في الديكور بتاع الانتريه عشان الشكل النهائي يبان منظم ومتناسق مع بعض، ودي حاجة مريحة جدا للعين. اما بالنسبة للبوت الجولد القمر ده، انا هحطه على ترابيزة الانتريه عشان مطعمة من تحت بالذهبي، وكمان برواز الانتريه من تحت فيه ذهبي، فالشكل النهائي هيطلع تحفة. هاخد باقي الزرع اوزعه في البيت في الاماكن المناسبه له. لحد هنا انا كنت وصلت لاخر الفيديو، اتمنى تكون استفدت مني واخدت الفكره وطبقيها بالطريقه اللي تناسبك.